ها انتي يا اختي الا كان عندك فران ديال الضو ما تحرميش اختي وليداتك من الفطور بلي بتي بان ولي كرواسون سخانين في الصباح كل نهار الا بغيتي. علاش لا؟ هانتي شوفي النتيجه كيفاش كيجيو رائعين. ولا من هادشي انك صايبتيهم بيديك وتعرفي شنو فيهم. وهادو لي شناك كيجيو خطيرين وزوينين مرقين. بقاي معايا باش نحضروا مع بعضياتنا التفاصيل اللي هي بسيطه، نتيجه ناجحه من طبيعه الحال كيف ما كتشوفي. غنشارك معك جميع التفاصيل كيفاش تحتفظي بهم في الفريغو وفوقاش تخرجيهم وفوقاش طيبيهم، كلشي بالتفاصيل. على بركه الله. غادي نحتاجوا العجينه الفينوازري، راني ديجا صايبتها معكم في واحد الفيديو غتلقاوه على القناه، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. وقسمتها على 3. انا درت الكميه ديال كيلو ديال الطحين، قسمتها على 3. والمرصويات الاخرين راني حطيتهم في الفريغو باش ما يخمروش ليا. هذا المرصو راني غنخدمه بالزربه، غادي نطلقوه بهذا الشكل هذا، وغادي ندير ليه الكونفيتير ديال قشور البرتقال. نتوما تقدروا ديروا لا كريم باتيسير، ديروا الكونفيتير ديال المشماش ديال الفريز اللي بغيتو، وتقدروا ديروا من الداخل اللي بغيتو الزبيب، ديروا الكركاع وديروا اللوز اللي بغيتو. مهم على حساب المتوفر، ديروا حتى النوتيلا الا بغيتو، رشيشه ديال الكاكاو وديروا مع الكركاع راه كيجي حتى هو زوين. مهم كتبقاو على حسب الاختيار ديالكم. بعد ما شكلت هاد البودان هذا غادي نحطو في الفريغو باش ما يخمرش، وغنهز المرصود الثاني تا هو غادي نطلقو وغادي نقطعو مثلثات. هنايا غادي ندير الشوكولات وغادي نبدا نشكل في الكرواسون. المهم نتوما القياس اللي بغيتو تقدروا تكبروهم تقدروا تصغروهم، المهم حتى هادو راهم كبيبرين تبارك الله. هذيك في القاعده ديال ديك المثلث راه كاين تقريبا شي 7 سنتيم. المهم راه هنا صايبتهم كبارين. المهم هنا راه كنخدموا بالزربه باش ما يخمروش، وفي البلاصه كنديرهم في شي سوبيره وكنوضعوهم مباشره في الفريغو، ما نخليهمش نهائيا برا الفريغو، حيت الا خليناهم غادي تبدا فيهم الخميره وصافي ما يصلحش لينا نحتفظوا بهم. هنا سرحت العجينه الثالثه وغادي نشكل منها دي بتي بان. هاد لي بتي بان دول تبارك الله راهم كويبرين بزاف بزاف. تقدروا ديروا غير 5 سنتيم في العرض وديروا 10 سنتيم في الطول. انا هنايا راه دايره تقريبا شي 8 سنتيم في العرض ديالهم. صافي هنايا بعد ما شكلتهم حتى هما غادي نديرهم في سوبيره، تقدروا ديروهم في سوبيره واحده اخرى بوحدهم، وتقدروا تحتفظوا بهم كاملين. راه ملي كيجمدوا واخا كيعوجوا راه ما تيوقع عليهم والو، ينفو كيبداو يخمروا راه كيتقادوا. صافي هنايا اللي كملتها راني كنديرها في الفريغو بطبيعه الحال. غندوز باش نقطع لي شناك ديالي، غندي ما نعاون بالدقيق بطبيعه الحال، وغادي نجيب واحد الخويط ونبدا نقطع جهد 1-2 سنتيم. الا بغيتو مرقق شويه ديروا سنتيم ونص حتى المهم سنتيم ونص، ما ديروش سنتيم واحد راه تجي رقيقه بزاف. صافي هنايا بعد ما شكلتهم حتى هما غادي نديرهم حتى هما في ديك الطاسه ونخليهم يتجمدوا. الخدمه راه كنخدموا بالزربه البنات، راه ما كنخليوهاش تخمر نهائيا، كنعاود ناكدها. هنايا انا بغيتها الصباح ديال 11 ديال الليل نط باش نديرهم في الطاوه. صافي هنايا غادي نوضعهم في الطاوه، غير هو وضعوهم في الطاوه يكونوا باعدين، حيت راه كيتضاعف الحجم ديالهم حتى ل3 المرات. ديروهم باعدين بزاف باش ما يتلاصقوش ليكم. هانتوما بهذا الشكل هذا. انا زدت هاد الشنيكات الوسط زعما بغيت نوريكم النتيجه ديالهم كاملين. الساعه هذوك الشنيكات الوسطانيين يعني تزاحموا مع الاخرين. نتوما ديروا غير هذوك جوج سطور الاولين صافي. المهم بعدوهم هانتوما بعد ما خمروا تبارك الله. هنايا راه فقت لهم مع 7 الصباح، يعني عندهم تقريبا 7 السوايع حتى 8 السوايع. مع 7 الصباح كنوض كندهنهم بالبيض غير بشويه، ما نبركش باش ما نفش هذوك لي بتي بان ديالي. وهنا هذا هو الدور ديال المحسن ديال الخبز، ما تيخليش الخميره ترجع، يعني ماشي بحال الخبز الا خمر وفات فيه الخميره كيعاود يهبط. هادو لا، هادو كيبقاو شادين راسهم. هذا هو الدور ديال المحسن الخبز فهاد لي كرواسون هادو. المهم الفران حنا شعلناه من قبل، ملي فقت شعلته على 180 درجه، والعافيه من الفوق ومن التحت. وغندير الفرفاره من طبيعه الحال، وراني حطيت الطاوه الوسط. صافي كنسدو عليهم ما كنفتحوش، الا مشينا حتى فتحنا راهم كيهبطوا لينا. خليهم حتى تيطيبوا.
يعني حتى كتشوفهم تحمروا مزيان عاد باش كتحلوا عليهم. وانتم شوفوا النتيجه. ومباشره هنا البنات ملي كنخرجوهم من الفران حنا كنرشوهم برشيشه ديال الماء. الا كان عندكم البخاخ من الاحسن. رشيشه الماء هي اللي كتخلي هذيك الكرواسون تي بان تخليهم هشيشين. هانتوما شوفوا النتيجه ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كي دايرين وكيشهيو الريحه يا سلام بحال عندي مخبزه في الدار. المهم نبرع وليداتي يفطروا بلي بتي بان سخانين احسن من انني نجيبهم من الزنقه. وعاد راني كنتحكم في الكميه ديال الزبده، يعني لما ما يمشي يكونوا ميدين بزاف راه كيديرها القياس. راني ديجا عطيتكم التفاصيل في الفيديو السابق، دخلوا ليه. انا نخلي لكم اللين ديالو هنايا. وانتم شوفوا التوراق ديالها، توراق زوين وناجح. تبعوا فقط المراحل والتفاصيل. وها هي عاوتاني درت لكم طياب مره واحده اخرى. ملي هادوك تلاصقوا ليا قلت ضروري خصني نعاود نصور. وهادو عاوتاني ديال نهار اخر درت لي شنيك واللي بقاو ليا. هانتوما تبارك الله راهم كبيبرين هاد لي شنيك هادو مهبرين مزيان. وهاد لي كرواسون راهم كبارين، يعني لي كلا وحده وغادي ينوض صافي. انا صراحه كينفعوني وما كنستغناش عليهم، كيديو منهم البنات المدرسه. وبالنسبه لهاد لي شنيك ها هما كندهنهم بالناباج. تقدروا دهنوا حتى الاخرين ولا ديروا لهم سكر كلاصي من الفوق، وكندير لهم لوز كونكاسي من الفوق. المهم زين كيبقى اختياري بطبيعه الحال. تقدروا ديروا الشوكولاط ديروا اللي بغيتو. والنتيجه هانتوما كيف ما كتشوفوا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من اللايك والبارطاج. اشتركوا في قناتي الا كنتوا اول مره كتزوروني، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. والى فيديو قادم ان شاء الله.